شغال كده تقريبا. صباح الفل. بيتهيألي ده الوقت المناسب اللي احنا نعمل فيه بلوجز على يوتيوب او ان احنا نعمل فيه فيديوز طويله على يوتيوب. الحمد لله وصلنا 123,000 على انستجرام، حاجه و50,000 على تيك توك. فبيتهيألي ده الوقت المناسب اللي احنا نقدر نقول فيه انفورماتيف كونتنت على يوتيوب، بحيث ان الفيديوز بتاعه تيك توك وانستجرام والريلز دي تبقى فيديوز قصيره قوي، فمش بنعرف نقول فيها كل اللي احنا عايزين نقوله. ولكن انا هعمله في الشانل دي هيكون حاجه لذيذه، هي هتكون فلوجز باخدكم معايا في يومي بشكل عام ماشي ازاي كشخص فيديوجرافر فيتنس انفلونسر، وانا بكره المسمى ده. هنقول كونتنت كريتور، وفي نفس الوقت اونلاين كوتش، في نفس الوقت MMA بلاير، وفي نفس الوقت ساعات وقت فراغي ببقى اون جراوند كوتش. بس كل فلوج هيكون وراه فكره، وكل فلوج هيكون بيتكلم عن توبيك معين، فانا هكون بغطي التوبيك ده، وانا في نفس الوقت بوريكم يومي ماشي ازاي، بوريكم الدنيا ماشيه ازاي كشخص بيعمل كل الحاجات دي. فنروح نعمل القهوه ونيجي نتكلم في توبيك النهارده هيبقى عباره عن ايه. عملنا القهوه، نتكلم بقى في التوبيك بتاعنا النهارده. وحشه جدا. التوبيك بتاع النهارده هو مش توبيك ليه علاقه بالفتنس تماما، ولكن هو ليه علاقه ببدايه الامر خالص. هل انا لازم اكون عندي شغف للحاجه علشان انجح فيها؟ الحقيقه لا، وده علشان الشغف بيتغير من حين لاخر. بمعنى انه انا مثلا وانا صغير كان شغفي ان انا ابقى دكتور، فجالي ثانويه عامه وجالي حسيت ان الطب ده مجال لا فعلا هيبوظ لي حياتي، فما بقاش شغفي، وبقى شغفي حاجات تانية، والحاجات التانية دي اتغيرت. مفيش حاجه اسمها انا شغفي حاجه، هو الشغف ده انترست بتتغير مع الوقت. مفيش حد يبقى شغفه طول عمره ان هو يبقى بيشتغل الشغلانه دي وهو ده شغفه في الحياه. الشغف متغير، الشغف ده خليه هواياتك، لان هواياتك هي اللي ممكن تبقى متغيره مش مشكله، لكن اللي انت بتشتغله واللي انت بتاكل منه عيش واللي انت عايز تبقاه ده انت افضل اشتغله وماستر السكيل بتاعته، سواء ايا كان، سواء انت مدرب، سواء انت رياضي، او سواء انت مثلا مهندس او دكتور او whatever. اللي انت فيه مش لازم تكون حبه موت، بس لازم تكون احسن واحد بتعمله. لما تبقى احسن واحد بتعمله ساعتها هتحبه قوي، وساعتها تبقى انت مبسوط قوي، تحس ان انت ملكت المجال اللي انت فيه، او على الاقل اخدت مكانك فيه. فده بقى احنا ممكن ناخده نعمل له ابلاينج على حته التمرين والرياضه. بمعنى انه مفيش حد بيحب يتوجع وجع التمرين، مفيش حد في الدنيا ممكن يحب التمرين والجيم الا لما يعمل فورمه حلوه، فساعتها هيتعلق بالجيم فيحبه. عمر ما حد بيحب مجال الطب قوي الا لما يبقى دكتور شاطر وفعلا ناس بتجيله من كل حته ويعمل فلوس من المجال ده، فيبقى خلاص عشق المجال. ولكن ما تنتظرش، ما تفضلش واقف مستني طول عمرك علشان منتظر الشغف يجيلي، او منتظر ان انا يجيلي باشن في مجال معين. عمره ما هيجيلك. الشغف ده متغير والانترستس دي بتتغير، ولكن الحاجه الوحيده الثوابت ان انت لما هتنجح في مجال هتدمنه. ما طولش عليكم، ما طولش على القهوه عشان ما تبردش، اشربها وننزل الجيم. عندنا النهارده تمرينه باك وبايسبس، دي التمرينه المفضله الى قلبي عامه، مش عارف ليه، بس دي اكتر تمرينه بحبها في الاسبوع، فيلا بينا. اوكي، وصلنا الجيم. علينا دلوقتي تمرينة باك وبايسبس، عاملها بالثيم بتاع الPDF بتاع الورك اوتس بتاعتي. اعمل فوكس شويش، ايوه، بس ده الثيم اللي انت بتستلمه لما تشترك مع FOH فيتنس نيوتريشن، والورك اوتس بالشكل ده ومشروحه بالفيديوز. تمرينة النهارده تبان سهله ولكن هي شويه تريكي. عندنا 4 مجاميع في 7 عدات ماشين لات بول داون، وعندنا بعدها 3 مجاميع 9 عدات لورو ماشين. بعدها عندنا 4 مجاميع لات بول داون في 12 عدة، وبعدها هندخل على الهايبر اكستنشن 4 مجاميع 9 عدات وهنكون ماسكين وزن. بعدها هنعمل شكلين بايسبس. الشكل الاول هيكون هامر كيرل بالدمبلز وهيكون 3 مجاميع في 14 عدة، والشكل الثاني هتكون بايسبس بالكيبل وهتبقى 3 مجاميع و14 عدة. وبعد كده هنعمل شكلين للكور، وانا بحب دايما اوزع تمارين البطن على مدار الاسبوع، بحيث ان انا ما بقاش في يوم معين بتمرن فيه بطن، انا بتمرنها كل يوم، ولكن بوزع الفوليوم بتاعها على مدار الاسبوع. بحب اعمل كده في كل البروجرامز بتاعتي. وبكده تكون التمرينه خلصت، يلا بينا على بعض. خلصنا التمرينه الحمد لله. كانت تمرينه لذيذه وصعبه. يا جماعه لو اي حد عايز يبتدي يتمرن او عايز يبتدي ان هو يحسن الشيب بتاعه ويوصل للنكست ليفل بتاعه، احنا عاملين بروجرام اسمه ذا نكست ليفل بروجرام في OH فيتنس اند نيوتريشن. البروجرام ده حرفيا بياخدك يحطك على التراك، بحيث ان انت حتى لو انت حبيت ان انت ما تكملش اونلاين كوتشنج تقدر بالجايد ده او باللايف ستايل جايد ده تكمل بيه فتره طويله جدا. بنعمل حاجه جديده وهي ان احنا بنقدم كونسبت جديد، ان احنا بنعمل لايف ستايل جايد تقدر تكمل عليه
طول عمرك في بقى بدايل الاكل، في انستراكشنز كتير جدا ليها علاقه بوزن الاكل وازاي نعمله وازاي نسويه، قصه كده جميله هتعجبكم جدا. if you are interested احنا عاملين عليه 50% ديسكاونت الفتره دي فتره محدوده. فخشوا على انستجرام او على رقم الواتساب ابعتوا لي نكست ليفل وخدوا البروجرام بتاعكم، اعملوا الفورمه اللي انتوا عايزينها ونوصل كلنا للنكست ليفل مع بعض. بس ده مش موضوعنا النهارده، موضوعنا اللي احنا عايزين نكمله انه مفيش حاجه اسمها باشن ومفيش حاجه اسمها شغف، في حاجه اسمها حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. وانا بجد ما بحبش المقوله دي خالص، ولكن هي للاسف حقيقه. هاخدك معايا في قصه من اول لما بدات تدريب في 2019. وانا شخص الباشن بتاعي او اللي انا كنت فاكر ان هو الباشن بتاعي هو الرياضه. عمري في حياتي ما بزهق من الرياضه، من وانا عندي 4 سنين بلعب رياضات كتير جدا. لعبت سباحه وجودو وسكواش وكوره وكل انواع الرياضات، لعبت تايكوندو، لعبت كل حاجه، وحتى الان بلعب MMA. فطبعا علشان تقدر تجيب فلوس من الرياضه دي لازم تبقى مدرب. فرحت خدت احسن شهاده تدريب كانت موجوده ساعتها وكانت غاليه جدا عامه ساعتها. خدت الشهاده دي ورحت على اقرب جيم مني يكون برده حالته كويسه وقدمت فيه وفعلا اتقبلت الحمد لله. وابتديت اشتغل، لقيت ان انت لا، انت مش بتشتغل بالباشن بتاعك ومش بتشتغل بالنولج اللي انت اتعلمتها. انت بتقف 8 ساعات في شيفت ما تقدرش تتحرك فيه، والناس لما بييجوا انت بتحاول تبيع لهم ان انت مدرب شاطر وان هم يتمرنوا معاك. فالموضوع اتقلب لسيلز عشان اقدر اجيب منه فلوس. هنا بقى يجي حد محنك يقول لك لا، طالما انت جزيت او ما اتبسطتش او حسيت ان انت مش بتعمل اللي انت بتحبه فانت كده ده مش الباشن بتاعك، روح دور على الباشن بتاعك في المريخ. لا، عشان كده لازم نخرج حته الباشن ونخرج حته الشغف من الموضوع. طبعا الحاجه اللي بتحبها عشان تقدر تجيب منها فلوس لازم هتطلع لك خوازيق كتير حواليها، ولازم تاخد الموضوع بحلو وبوحشه عادي. فانا الحمد لله لما عرفت اتقبل الموضوع واشتغلت الموضوع، ما كنتش حابه طبعا. انا مفيش حد يحب ان هو يقف 8 ساعات يقنع الناس ان هو مدرب شاطر، ولكن عملت كده بطريقتي وبقى عندي كلاينتس كتير في الجيم ده. بعد كده رحت جيم اكبر وبعد كده رحت جيم اكبر لغايه لما لقيت نفسي في الاخر خالص بقيت اونلاين كوتش، وعرفت افصل الحاجه الوحشه اللي مش عجباني اللي هو التزامك 8 ساعات في فلور وانت بتحاول تقنع الناس انك مدرب شاطر. لا، انت ممكن تقنعهم ثرو فيديوز وتديهم جزء من النولج بتاعتك فور فري، وده اللي انا بقيت اعمله بعد كده. بس الموضوع ملوش علاقه بيا، ده مجرد مثال انا بضربه لك لان انت لازم تبقى عارف او انت لازم تبقي عارفه ان الباشن ده حاجه هتجيلك بعد ما تنجحي في المجال ده. يعني عمر ما حد راح نجح في مجال وبقى شاطر جدا فيه، مثلا مجال طب او مجال هندسه وبقى الناس معروفين قوي فيه، لك لا بعد ما نجح بقى انا حاسس ان الباشن بتاعي الرسم فانا هرمي كل ده واروح ابرسويد ماي باشن في الرسم. مفيش الكلام ده. الباشن بتاعك ده حاجه متغيره ممكن تحطها في هوايات، ولكن لو انت فعلا عايز تشتغل بحاجه معينه فهي مش تبقى باشن، هي هتبقى حاجه بحلوها ومرها وانت بتشتغلها. هتبقى مبسوط فيها بقى وانت بتعملها امتى؟ لما تبقى من احسن الناس اللي بيعملوها. اي هوب اكون فدتكم. لو فدتكم اكتبوا لي كومنت انتوا فهمتوا حاجه اصلا، لو ما فهمتوش حاجه اكتبوا لي برده كومنت انتوا ما فهمتوش حاجه، فحاول اعدل طريقتي في الفيديوز دي. او بليز دوسوا سبسكرايب. انا اول مره في حياتي اطلب الطلب ده، فماشي في حاجه نفسي اعملها من زمان. انا عايزكم تدعسوا سبسكرايب، فروم سبسكرايب. لو الفيديو عجبكم او ما عجبكوش بليز اعملوا سبسكرايب، لان انت لو الفيديو عجبك فانا هنزل فيديوهات زي دي تاني كتير. لو الفيديو ما عجبكش فانا كده كده اكيد هنزل فيديوهات تانيه قدام فممكن يعجبك منها، فليه لا؟ فاهم؟ مش تخسر حاجه لو دوست على سبسكرايب. بحب اطلب الناس تعمل سبسكرايب بحيث ان انا حد مشهور. المهم يا جماعه استنوا فلوجز زي دي كتير ان شاء الله كل اسبوع. مش عارف انزلها يوم ايه بالظبط في الاسبوع، بس انا اي بروميس ان انا هنزل فلوج كل اسبوع ليكوا هنا على يوتيوب. وبس كده، ده كانت اول حاجه ليها علاقه باول فلوج على الشانل. استنوا توبكس تانية كتير في فلوجز تانية كتير، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.